أول حاجة إحنا إن شاء الله معانا حلقتنا بودكاست المكشوف. بنتكلم ونسمع الحكاية من صاحبها، النجاح زي ما هو والفشل زي ما حصل. تمام، إن شاء الله ما فيش فشل عندك، ولكن أكيد في وقعات وفيه إنجازات عملتها، يعني حققتها في مسيرتك المهنية اللي أنا بتعلم منها. حبيبي حبيبي يا اخويا والله. حبيب القلب. فعايزين نعرفوا برضو، يعني أنت غني عن التعريف، بس محتاجين برضو نعرفوا مين عبد المعز آدم. طيب يا صديقي، انا بكرر طبعا الترحيب بيك، وبشكرك على الحلقه دي، وبرحب بكل المتابعين لابن فوكس. واعرفكم بنفسي، انا اسمي عبد المعز ادم، من مصر طبعا ام الدنيا، أكيد. من محافظه اسيوط، من صعيد مصر، محافظه اسيوط، من مركز الغنايم. ابن بلد واحده انا وابن فوكس يعني. طبعا بالنسبه للنجاحات، يعني احنا الانسان طول عمره بيسعى. يعني اتمنى ان انا اكون ناجح في حياتي، يعني اتمنى هذا والله والله. حلو. ولكن إن شاء الله. خلينا اقول ان في البدايه فوكس مفيش حاجه، يعني انا من وجهه نظري كل ما انت بتجرب حاجه مفيش حاجه اسمها فشل. مفيش حاجه اسمها فشل. انت بتسعى لحد ما توصل للطريق الصحيح. بمعنى، مظبوط. خليني كلنا عارفين اديسون، اللي هو مخترع المصباح الكهربي. نعم. حاول حاول ب 999 طريقة إن هو يعمل إنارة للمصباح، مظبوط. والمرة الألف هي اللي نجحت معاه. فلما سألوه فشلت 999 مرة، ما أحبطتش؟ ما جالكش إحباط؟ قال لهم مين اللي قال إن أنا فشلت 990 مرة؟ أنا ما فشلتش، أنا استخدمت طرق ما أدتش إلى إنارة المصباح، ده مش فشل. عظيم والله. فحتى لو ما كنتش وصلت، الطرق اللي انا جربتها كاتبها بحيث اللي يجي يستخدم من بعد او يجرب ما يجربش 999 مرة. فكل ده بيؤدي الى النجاح. فما انا مظبوط. ما يعني ما فيش حاجة اسمها فشل، احنا دايما بنتعلم. والله. والله ما شاء الله عليك، يعني زي ما كنت بقول برضو قبل ما تيجي انت، ما دام الواحد بيحاول فهو مش فاشل. يفشل امتى؟ يفشل لما هو يقف عن المحاولة. بالظبط، هو ده الاحباط فعلا، هو ده الفشل. آه. طيب سؤال بسيط كده يا عبد المعز، هل انت النجاح حظ ولا مثلا تعب؟ هو اول حاجة هو توفيق من آه. الله. أكيد، نعم ونعم يعني بالله. توفيق من الله فقط لا غير. احنا علينا السعي، والنتيجه دي انت كفوكس، انت عليك السعي، والنتيجه دي ايا تكن فهي من عند الله. أكيد فهي مش مظبوط. شطاره. يعني خليني اسالك سؤال يا فوكس. في مكان شغلك الحالي ايا يكن، هو انت اشطر واحد في المكان اللي انت فيه حاليا على وجه الارض؟ لا طبعا. صح. وانا المكان اللي انا فيه مش اشطر واحد فيه في الدنيا. مظبوط. وانا اشطر من ناس كتير في شغل تاني، وانت اشطر من ناس كتير في شغل تاني. ولكن هو ربنا حطه في المكان ده، وانت ربنا اراد لك لقمة تعيش في المكان اللي انت فيه. فاحنا بالظبط، علينا توفيق من نسعى، ربنا. ما نوقفش، ما نحبطش، وايا تكن النتيجة احنا راضيين بيها. وخلي بالك يا فوكس، انا عايز اقول لك الرضا. عارف حتة الرضا؟ الرضا والقناعة. هي هي دي اساس الموضوع. لما يكون الانسان في رضا فهو متقبل اي حاجة تيجي من عند ربنا. صح والله. ساعات الواحد بيكون مثلا راتبه مش كبير جدا وقليل وراضي بيه، بيلاقي فيه بركة، بياكل ويشرب أحسن أكل. عياله مفهومش أي حاجة، مش بيروح للدكتور. واحد تاني بياخد راتب كبير وفي نفس الوقت مش راضي بيه، فبيضيع كل الفلوس على حاجات لا تذكر. بالظبط، بالظبط. في حاجات، خلي بالك، كل ما تكون انت عايش في درجة عالية كل ما التكاليف معاك بتزيد.
بتزيد عدد الالتزامات بتاعتك. حصل والله والله. يا وبالتالي صديقي، هي بتضيع. هي الحسبة هي. حصل والله. طبعا عبد المعز، بس انت فأهم دلوقتي حاجة اه انت اه حاليا معاك. بدأت ازاي رحلتك المهنية، او بعد تعليمك او اثناء تعليمك؟ هل كنت بتشتغل؟ طيب، هو أنا الأول يعني أنا مدرب، يعني كتعرف للناس. اه، أنا مدرب تثقيف سياسي في وزارة الشباب والرياضة، مدرب معتمد دولي، ما شاء الله عليك. ومدرب في مجالات المهارات الحياتية، في الخطاب الجماهيري، في المبادرات المجتمعية، في أندية التطوع لمراكز الشباب والفرق الشبابية، مدرب لعدة مهارات زي دعم المرأة، زي الزواج المبكر، مناهضة العنف ضد المرأة بشكل عام، زي الزواج المبكر، زي ختان الإناث، زي زواج الأطفال كده يعني. فأنا ليا عندي تجارب كتير في احتكاك بالشباب. يعني أنا أغلبية أو 90% من شغلي هو بطريقة مباشرة مع الشباب. مظبوط. فأنا عايز أقول حاجة بالنسبة للتعليم. يعني هو أنا عاوز الناس، لأن في ناس كتير قابلتني حياتها بتتوقف عند نقطة التعليم. أنا خريج إيه وهشتغل إيه. أنا عايز أقول لك تركن التعليم ده، طبعا ده حاجة كويسة جدا وحاجة ممتازة، ولكن الأهم من التعليم هو الثقافة. إيه، عندي شهادة ايوه. جامعية وما بعرفش أتعامل في حياتي كويس. إيه، عندي شهادة جامعية عالية وعلاقاتي الاجتماعية صفر. انا خجول، انا ما بعرفش اتكلم، انا ما عنديش مهارات، انا عندي بس متعلم الجامعة بتاعتي كذا كذا كذا، وما بعرفش اتعامل بيها في شغلي. انت كده، ملهاش انت لازمة. محتاج كتير. فالانسان مظبوط. طول عمره محتاج ان هو يطور من نفسه في الثقافة الفكرية اكتر 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 اكتر. هي اساس الحياة. مظبوط كلامك والله. فالثقافة هي يعني تلاقي يا فوكس مثلا واحد دكتور واخد شهاده جامعيه ودكتور متخصص، تيجي تتكلم معاه على السوشيال ميديا، اول ما تتعامل معاه تقول انت ازاي واخد شهاده طب. اه بالظبط. فعلا ناس كتير كده. مظبوط. ايوه. بالظبط. واكتر مشكله بيواجهوها يا فوكس، ويمكن برضه انا اشتغلت على الفئه دي، خريجين المؤهلات المتوسطه زي الدبلومات الفنيه. الناس خريجين الدبلومات الفنيه، اي حد، يعني بنسبه نقول مثلا بنسبه 80% من اللي قابلتهم، كل اللي واخدين دبلوم، هو بيحس ان حياته كده خلاص، انا حياتي انتهت عند الدبلوم. مش زي خريج الجامعة، هو اعلى بالعكس. مني دايما. دايما تحس ان بالعكس. في عقدة كده معاه. فيعني لا، انا اعرف ناس زمايلي كتير جدا خريجين دبلومات وماسكين في اماكن قيادية. مظبوط كلامك. فهنا مظبوط كلامك. برضو لو انت بتتكلم على النجاح، هو النجاح مش بالتعليم، ودي يمكن انا قصدت ان انا اتكلم فيها فعلا. النجاح مش بالتعليم، النجاح بان انت توصل وما ما توقفش عند نقطة معينة. الله ينور عليك والله. طيب يا عبد المعز، يعني انت في مسيرتك المهنية، ايه اكبر تحدي كان واقف قدامك؟ يعني حسيت كده التحدي ده ممكن يخليك ما تكملش، ولما كملت حياتك اتغيرت؟ هو اللي كان يمكن كان اكبر عائق معايا، بس طبعا انت عارف احنا في الصعيد اه. وكل الفرص. انا بكلمك بقى من 10 سنين، من 15 سنة فاتوا، مش من النهاردة. مظبوط. فكان انت عارف اللي بيطلع من المركز يروح المحافظة ده سفر. نعم. ولما كنا احنا عندنا 10 سنين 12 سنة، لان انا بدأت المجال التنموي وانا عندي 10 سنين، فكنت علشان اروح اخد دورة تدريبية في القاهرة كانت كارثة. انت ازاي تسافر لوحدك من البلد للقاهرة او من اسيوط للقاهرة لوحدك؟ دي كانت كارثة. لما كنت اروح اخد كورسات في اسيوط او دورات تدريبية كانت كارثة. الموبايلات ما كانتش منتشرة بطريقة كبيرة زي النهاردة. كانت في عقبة في المواصلات.
الدنيا ما كانتش مفتوحه زي النهارده. انت النهارده ممكن طفل عنده 12 13 سنه ممكن يروح اسكندريه القاهره ولا اي حاجه، موبايله في ايده، فلوس حتى لو خلصت على المحفظه تتبعت له. مظبوط. فده سهل. لكن زمان كانت الدنيا صعبه. فهو ده اللي كان التحدي الكبير او التحدي الاكبر. لكن كدعم انا كان يعني الحمد لله، انا يمكن سبب اساسي معايا في شخصيتي او في اللي انا وصلت له هم اهلي. ما شاء يعني الله. والدي الله يرحمه يعني كان انت داعم ليا بطريقه كبيره كنت لسه جدا. هنسألك يعني، بس انت جاوبت على سؤال. لا لا خالص. انا فعلا انا والدي كان اكبر داعم ليا. ما شاء الله. الحاجه دي حتى لو هو ما عندوش خلفيه عنها يجيب حد من اخواتي كبار، شوفوا رايح فين، هل التدريب ده مهم ولا مش مهم؟ مهم، الله ينور. اتكل على الله. فلا كان يعني فعلا انا محظوظ بان انا كنت يعني طالع هذه النشأة يعني. الله عليك، الله بس يبارك لك. فاكبر عائق او اكبر تحدي هو الانتقالات بس. ما هي دي اللي كانت موقفاك اكتر، يعني مش بتديك الصلاحيه بسهوله جدا تتنقل. بالظبط. دورات كتير كانت فاتت مني بسبب ان وحتى كان في خطأ، يعني خطأ من الوزارة ان هم دايما يعملوا التدريبات في المحافظات المركزية زي القاهرة او اسكندرية. طب ما ده بيسهل اكتر على سكان القاهرة والمحافظات المجاورة، وبيصعب على اهالينا في اسوان والصعيد. وده نعم يمكن مظبوط. لما احنا وصلنا وبقينا مدربين في الوزارة، ده اول مطلب طلبناه. ليه حضرتك بتنفذ التدريبات كلها في المحافظات المركزيه؟ ما تنزل نفذ تدريب يا سيدي في الصعيد، بالظبط وخد اهل استجابه. القاهره وديهم الصعيد. ويمكن من ضمن البرامج اللي احنا يعني كان فخر للصعيد برنامج تنميه ابناء الصعيد اللي حضرتك شاركت فيه يعني. فضلك والله. اه يا باشا. فلما نعمل برنامج خاص بمحافظات الصعيد دي ما كانتش حاجه سهله. مظبوط. فده كله جه متاخر، لكن احنا زمان كنا بنعاني فعلا، كنا بنعاني. لو برضه وصلنا يعني نتكلم من نفسينا، وصلنا برضه لنقاط كويسه برضه يعني الحمد لله. الحمد لله. ما هو ده بقى انك انت في عند نقطة معينة، لا اسعى، اسعى وانت ربنا مش هيسيبك. بعد معيد، لو واحد لسه هيبدأ جديد شاب صغير كده وهيبدأ، تنصحه بإيه؟ هيبدأ في ايه بالظبط؟ في حياته عموما، يعني هو اعتبره دلوقتي لسه في الثانوية أو في الكلية مثلا، حياته المهنية أو حياته تمام. بص، هو اكتر حاجة يعني بتواجه الشباب حاليا او عايزين نسميه بعبع الجيل اللي احنا فيه، الوقت. عارف يا فوكس، الحياة معاهم بقت دوشة. عارف يعني ايه دوشة؟ يعني هو اصلا مش عارف بيعمل ايه امتى وازاي. فانا هصحى الصبح هنزل الجامعة ولا المدرسة، هرجع لما ارجع افكر اعمل ايه. مش مخطط الحاجة. رجع سند الحاجة بتاعته في السكن او في البيت، مسك الموبايل 5 دقايق، دخلت في ساعة ونص ساعتين، نام، صحي مرهق وتعبان، ما عندوش دافع 1% لا يخرج ولا يمسك كتاب يذاكر. فاعمل مظبوط. ايه؟ هنزل اقعد على القهوه مع اصحابي، وبكره ان شاء الله ابقى اذاكر. يقعد يسهر، فيصحى نعسان، فينزل متاخر، فيرجع، فينام، فيمسك الموبايل. حياته باظت. ما عندوش ترتيب اولويات. ترتيب الاولويات مهم جدا. ويمكن انا اتذكر ان انا كان يعني ولحد النهارده معايا جدول كده، لما احس ان انا داخل على دوشه في حياتي بجيب ورقة وقلم على الموبايل في الملاحظات، الساعة كذا عندي كذا، الساعة كذا عندي كذا، بحط الأولويات الأول. يمكن كان في تجربة بس مش عارف يعني مش هتنفع كمان أعملها هنا، ولكن أنا لو جبت كوباية المية دي أو كوباية الشاي المج
وجبت ايوه حصى كبير طوب وحطيت فيه الحصى هنا، لو هيتملي صح؟ لو اتملى لحد هنا هينفع احط عليه حاجه تاني؟ حاجات اصغر. الله ينور عليك. لو حطيته طوب تاني كبير هيقع. طب لو جبت الحصى الصغير ده وحطيته هينزل في يمكن. الفراغات. طب هل اتملى؟ لا، انا ممكن اجيب رمل واكب هينزل، واجيب ميه هيشيل. فدي حياتنا، دي حياه الانسان بالظبط. ولكن لو جينا عكسناها يا فوكس، لو جينا كبينا الرمل الاول من تحت والحصى الصغير والميه، هيشيل معايا نفس كميه الطوب الكبيره؟ استحاله. انا الميه وصلت معايا لحد هنا والتراب، صح؟ صح صح. فاستحاله هيشيل نفس الطوب. هي دي حياه الانسان. لو انا مليتها بالحاجات الصغيره اللي ملهاش لازمه والتراب، مش هيكون عندي مكان احط فيه الحاجات المهمه اللي في حياتي. مظبوط، الله ينور عليك والله، ما شاء الله عليك. مثال بسيط برغم، فانا ولكن الاول لخص نقطة كثيرة جدا. بالظبط، انا حياتي اهي املاها بالحاجات المهمه الاول، واللي يزيد معايا اخليه في وقت الفراغات. طب تقصد بالظبط ايه كده بالحياة حياتي الكبيرة يا هتتظبط. عبد المعين؟ تقصد ايه بالحياة بص، الكبيرة الحاجات مثلا؟ الاساسيه، اه. تمام، الحاجات الكبيره انا لو هدي مثال على نفسي، اول حاجه المعتقد الديني بتاع الصلاه بتاعتي مهمه، فلازم اوفر لها المكان الاساسي. لازم اهلي لازم اكون علاقتي بيهم كويسه واخليهم في الاولويات. لازم علاقتي بشغلي، لازم اوفر وقتي الاساسي للشغل اللي هيدخل لي الدخل بتاعي اللي يعيشني مرتاح. ما اهملش في شغلي وافكر في حاجات تانية، لا، لازم اسس نفسي كويس. فانا عندي الحاجات ده بالنسبه لي انا، لكن تختلف الحاجات الاساسيه من عبد المعز لفوكس لناروز، لاي حد. تمام. مظبوط. اه. احط الحاجات الاساسيه. بعد كده لا، الطوب الرفيع او الحصر الرفيع اللي انت بتقول عليه، اللي هو اخرج اقعد على القهوه مع اصحابي، ننزل نلعب بلاي ستيشن، ننزل نروح النادي، ننزل نقعد على كافيه، اي حاجه. الزيادات بقى الاضافيه، مم. ان انا اتفرغ لان انا امسك الموبايل، اعمل محتوى على التيك توك، ان انا اعمل فيديوهات، ان انا اقدم نصايح. ولكن لو انا شغلت حياتي بالموبايل ده وان انا مش عارف اوصل كويس، مش هيكون عندي وقت للشغل الاساسي بتاعي، حياتي الاساسيه. يبقى انا لا حققت حاجه في انجازاتي، ولا في الطموحات اللي انا عاوز اوصل لها. وخلي بالك يا فوكس، في فرق كبير جدا ما بين شاطر اه. ونافع. ما بين شاطر ونافع. ايه الفرق؟ انا شاطر، فوكس شاطر جدا، شاطر قوي يعني. بص، اي حاجه تيجي على باله يفسرها، يفهمها بسرعه. طب حلو يا فوكس، اللي عاوز ينجح يعمل ايه؟ يعمل كذا كذا كذا. طب تمام، اشتغل بقى يا فوكس. لا والله، انا ما عنديش وقت. بكره ان شاء الله. بص، الدايت ده هبدأ من يوم السبت. يا عم ما تبدأ من النهارده، لا 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 لا، من يوم السبت. فانا شاطر قوي في النصايح. ولكن على لكن نفسه هل لا. انا نافع؟ بالظبط، هل انا نافع بال باللي المفروض اعمله وبقوله؟ بس هي دي بتفرق جدا. هل انا شاطر جدا وبعرف افكر وبعرف اخطط وبعرف احل اي حاجه، ولكن في التنفيذ، آه. ودي نقطة الإحباط عند كل الشباب اللي نفسهم يحققوا ذات ويتشهروا ويطلعوا ويبقى لهم كيان. بس في طب فرق عشان ما بين نتخطى الحته دي نعمله ايه؟ هي التنفيذ. خد خطوة على أرض الواقع. اه. عارف برضه يا فوكس، خلي بالك، أنا عايز أكون زي فوكس. أنا عبد المعز عاوز أكون زي فوكس على التيك توك، عاوز أتشهر، عاوز يبقى لي، عايز أخش اللايف يبقى لي عندي 5 6 آلاف متابع. تمام. طيب، انا لما اجي افتح لايف والاقي فيه 50 60 10 15، ايه اللي هيحصل لي؟ تتحبط، تحبط. صح. طب يا سيدي، ما احنا خلي بالك، احنا كجيل احنا وقعنا في خطأ كبير جدا. لما كان المدرسين في المدارس او اهلنا في البيت يقول لك انا عايزك تطلع زي طه حسين، انا عايزك تطلع مش يا سيدي حاضر. انا اول ما تيجي صورة طه حسين قدامي بحس نفسي ان انا الصفر مش صفر، انا سالب 50.
فانا استحاله ابدا عشان اكون زي الراجل ده. لما واحد من الاجيال دي ابوه يقول له انا عايزك تطلع زي محمد صلاح، حاضر، يمسك الكوره ينزل الملعب المدرب يهزه ويطلعه، انا فشلت. طب انت عاوز تخليه ده اكبر غلط، خلي بالك ان انا اقارنه، انا عايزك تطلع زي. طب انا قلت لك محمد صلاح كان ايه؟ هو انا قلت لك فوكس كان بيعمل ايه علشان يوصل للمستوى ده؟ لا، احنا بنجيب الناجح في نجاحه بس، انما علشان نشرح هو وصل ازاي محدش يعرف. احنا عاوزين ننجح وخلاص. انا عاوز اصحى الصبح الاقي نفسي معايا 2 مليون جنيه، اجيب عربية واجيب شقة، وانا كده حياتي زي الفل. طب يا سيدي انت عارف اللي نجحوا ومسكوا الفلوس دي بدأوا ازاي؟ لا. يمكن كان معانا ناروز هنا من شوية كان بيقول كنت اتكلمت معاه في اكتر من مرة، اللي هو في التصوير والنجاح. هو الراجل يعني مجتهد جدا. طيب تنجح ازاي؟ هو الراجل كل ما يوصل لخطوة معينة يلاقي احباط من الناس، احباط من الناس، فيرجع يستسلم. بعد كده يقعد مع نفسه ياخد طاقة ايجابية ويكمل. هو بيعمل ايه؟ مش واقف، ولكن هو مدرك ان التعب ده له نتيجة بعدين. احنا بقى كناس المفروض نبقى لما نيجي ننصح حد ما قارنش نفسي انا بفوكس دلوقتي، انا قارن نفسي بفوكس من سنتين. واقول لك احلى مقارنه يا فوكس لما اقارن انا نفسي بنفسي من سنه. من سنة، الله ينور عليك. قارن نفسي بنفسي، كنت فين انا وبقيت كنت فين. ايه وناوي ابقى ايه بعد سنه ان شاء الله. الله ينور عليك. ده كله طبعا تسهيل ربنا. فهنا القصد او المعنى اللي انا عاوز اوصله ان لما اجي انصح حد ما انصحوش بالنهايه. لا يا عم انت لازم تجتهد. شفت محمد صلاح لما قال لك انا كنت بروح مشوار ساعتين علشان الحق التمرين، وبرجع اجيب طبق كشري واخليه يحط لي شطه عليه علشان ما اكلش كتير علشان اشبع عشان معيش فلوس. طب هل انت مريت بالتجربه دي؟ لا، انا عاوز النهارده اكون زي محمد صلاح. طب ازاي؟ لا، لازم يتمرن. لازم، بالظبط، لازم كل واحد يمر بالتجارب دي لحد ما ربنا ان شاء الله تلاقيه في لحظه كده، في لحظه ايه ده، هو انا خلاص كده ربنا حقق لي امنيتي الحمد لله. طب ده انت ونايم من على السرير؟ لا. اي نعم ربنا قادر على كل شيء واحنا عارفين، ولكن السعي. مظبوط. السيده مريم لما طبعا يعني كانت تجربه عظيمه، يعني ربنا اصطفاها من نساء العالمين وخلى جواها سر عظيم للبشريه، وجواها نبي ومعجزه يعني عظيمه، وحاجه عظيمه في القران. ربنا اللي عذاب ده كله يا فوكس لما جت توضع سيدنا عيسى. فاكر الآية لما بتقول وهز إليك بجذع النخل تساقط سقط عليك على. ربنا اللي عمل ليها ويسر لها كل ده مش قادر يوقع لها البلح من غير ما تهز النخلة؟ اكيد قادر. ليه ربنا أمرها وقال لها هز النخلة؟ طب ما يا رب ما أنت قادر. وهل واحدة لسه واضعة وما عندهاش أي قوة هل هتعرف تهز النخلة هزة شديدة توقع البلح؟ ولكن ربنا كان قاصد يقول لنا حتى وانت في أي حالة لازم تسعى علشان رزقك يجي لك. ما تقعدش تحط رجل على رجل ضعف. وتقول أنا لو ليا نصيب هيجي. لا، السعي 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 ده أهم حاجة، وما نوقفش. انت ربنا خلي بالك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو ربنا عارفك مش هتعرف او مش هتقدر على الحاجه دي ما كانش حاطك في المكان ده. لا، مظبوط. هو انت عندك قدرات بس مش مكتشفها. مظبوط. الواحد في عز ضعفه لازم يحاول ولازم يعمل بالاسباب زي السيدة طبعا، مريم. بالظبط، ايوه. في نقطه تانية كمان يا فوكس، وهو ان الناس بتشتكي من الدنيا اللي حواليها. انا ما اقصدش طبعا في كلام اللي جاي هو غلاء الاسعار ولا الحياه، لا 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 خالص. انا بتكلم على جزء تاني. اصلا انا عايز ابقى كذا واهلي اللي ضاغطين عليا. والله انا نفسي اعمل كذا بس الظروف المحيطه معايا هي اللي عامله فيها كده. طب انا نفسي بس لا لا لا، انت خلي بالك انت عايش دور الضحيه وانت مش واخد بالك.
انت بتحاول تكون ضحيه، انت اللي بتعملها في نفسك. وخليني اضرب مثال بسيط جدا يا فوكس، ويمكن انت قلته لك قبل كده، وهو مثال الجزره. انا لو جبت جزره وقسمناها نصين، وحطينا نص الجزره دي في ميه وملح، ونص الجزر التاني في ميه وسكر، وسيبناهم لمدة اسبوع مثلا، اللي في ميه وملح ده الجزرة بقت ايه؟ مخلل. والتانية هتبقى صح. مربى. مربى، الله ينور عليك. هي الجزرة ما غيرناهاش، لكن الظروف اللي اتحطت فيها هي اللي غيرتها. مظبوط. انت بقى عاوز تكون فين؟ عاوز تنجح؟ اوصل خلي بالك، في ناس بتحب المخلل، ها. والله وبالذات البنات. تمام. احنا هنا، انت عاوز تكون فين، وحط نفسك في البيئة المحيطة بيك، حط نفسك في المكان اللي تستحقه، حط نفسك في بيئة تدعمك، غير من اللي حواليك. واقول لك حاجة، قبل ما اغير من اللي حواليك غير من نفسك يا سيدي. انت اهم مجرد حاجه ما نفسك. بتغير من نفسك، لما تصدق نفسك هتلاقي اللي قدامك حتى لو في الاول بيستهتر بيك، بعد كده يقف يديك تعظيم سلام. مظبوط. مظبوط والله كلامك كله مظبوط 10 على 10 ومن ارض الواقع. يعني انت مش بتقول مثلا كلام من الكتب، لا دي كلها تجارب انت على ما اعتقد مريت بيها وشفتها قدام عينك. بالظبط، ايوه. طب عايزين نعرف حاجه كده بسيطه، هل انت فشلت قبل كده في حياتك؟ يعني عملت حاجه وفشلت فيه كعبد المعز؟ بس سيبك من الحياة الشخصية مثلا الخاصة بيك، يعني مثلا حياتك المهنية أو شغل رحت وفشلت فيه ما نفعتش فيه، مرت عليك قبل كده تمام. حاجة زي كده؟ انا يمكن ما وفقتش، مش هقول فشلت، ولكن ما وفقتش. انا كان في دماغي، من ضمن الحاجات اللي انا كان نفسي وكان عندي رغبه ان انا اعملها، وما زلت لحد النهارده في دماغي، ما طلعش من اه. دماغي الموضوع. كنت عاوز اعمل اكاديميه تدريب. انت كنت عاملها زمان. وبالفعل الله ينور عليك، جبت المكان وجهزته. وعايز اقول لك ان انا عملت الموضوع ده كله وانا عندي 20 سنه 22 سنه، يعني مش ما كنتش ما شاء كبير الله. للدرجه يعني. ف 20 سنه 22 سنه جبت المكان، جهزته من كراسي، من شاشات عرض، السبورات، لكل حاجه مجهزه. ولكن يعني ما كنتش عارف الخلل فين، يعني في حاجه كانت غلط. بس طبعا بحكم السن وبحكم الخبره وبحكم ان انا ما عنديش الخبره الكافيه. بالظبط. ويمكن برضو عايز اقول ان ما كانش فيه توفيق، يعني من ان انا اكون في الحاجه دي. فطبعا كان الغلط ان انا اكابر وافضل في المكان زي ما انا، لان انا حاولت اكتر من مره ومفيش تغيير. فلا، اوقف حاليا، وبعد كده اشوف إيه المطلوب او ايه التغيير المطلوب مني علشان اكمل فيه. مظبوط. شيء يعني انت جربت في الحاجة دي من أول مرة وفشلت فيه، يعني ما قدرتش حاجة تكتشف الخطأ فيها بسبب اه، قلة الخبرة اللي بالظبط. عندك. اه. ايوه. ويمكن انا عايز اقول لك انا كويس ان انا لغيت الموضوع بدري. يعني دي ميزه، ويمكن كان عيب ان انا ما استمرتش لحد دلوقتي. يمكن كان في حاجه اتغيرت. بس بحكم فبرضه بص، سنك. اه. على كلا الخيارين انا مش زعلان. يعني لو كنت كملت وبرضه على نفس النتائج انا معاك. ولكن في معادله بسيطه يا فوكس، انا دايما بعمل بيها في حياتي يعني. لو جيت سالتك واحد زائد واحد يساوي كام؟ اثنين. صح. طب لو جينا بعد نص ساعه من اللايف ده وسالتك تاني يا فوكس، واحد زائد واحد يساوي كام؟ هقول لك اثنين. طب لو جيت لك السعوديه وسالتك واحد زائد واحد هيساوي اتنين، صح. اه. ومهما غيرنا الاماكن، ولكن طول ما انا مديك المعطيات واحده، الناتج واحد. فانا في مظبوط. حياتي كده برضو، لو انا بعمل نفس الشيء هو، ما انتظرش نتائج مختلفه. 10 على 10. مظبوط بس كلامك. فانا لازم علشان انتظر نتيجه مختلفه لازم اغير المعطيات. ما اصرش على اللي في دماغي. هي
هي الآلة الحاسبة بايظة يا عم، انت اللي دماغك يا عم صل على النبي. ما شاء الله عليك، لا فعلا والله كلامك مظبوط جدا. بس فانا كنت شايف ان انا بدي نفس المعطيات. طب ما هم عمرها ما هتتغير. وطيب هل ده مثلا كان مأثر عليك بسبب، يعني انت السبب الرئيسي قلة خبرتك انك انت ما كملتش؟ ايوه هل مثلا ما بالظبط. كانش في حد بينصحك او مثلا بيقول بينصحك لك او مثلا في التوقيت ده؟ التوكيد. والله يمكن من ده من سبب، يعني سبب من اسباب عدم التوفيق، ان انا ما كانش، يعني ممكن يكون ما حدش كان معايا في الفتره دي، ما حدش كان بينصحني بحاجه، او النصايح في دايره محدوده برضو، ما كان بعيد عن السبب الاساسي من. وكان برضو ضغوطات عليا في ايجار مكان مطلوب، في التزامات عليا، وفي وانا بكلمك بقول لك 20 سنه ولا 22 سنه. فكان لازم يعني خلاص جه وقت معين مش هينفع ان انا اكمل فيه. صح، الانسحاب منه يكون افضل. الانسحاب منه يكون أفضل. بالظبط. وما انسحبتش وقعدت، يعني ده برضو اللي خلاني انا واخد قرار وانا مرتاح نفسيا، ان انا ما انسحبتش وقعدت في البيت وانا فشلت. لا لا خالص، انا اصلا سبت قبل ما اسيب انا معايا حاجة تانية شغلاني. انا بطلع تدريبات ومعايا اكتر من مشروع وبقدم في اكتر من مكان، وبنزل هنا تدريب وهنا تدريب، ويعني ما كانش في وقت معايا اصلا كمان ان انا اقف ولا اقول لك كفايه كده. حلو. طيب قرار كان صعب جدا خدته وغير حياتك في مسيرتك المهنية كده، يعني عمل لك نقلة مم. كده حلوة. والله يعني ما فيش حاجه جاهزه يعني. انا جات معايا آه. يعني الحمد لله، كانت تشبه ان هي ماشيه معايا تدريجي حلو يعني. تدريج، ما يعني انت كانش في يعتبر، نقله. نجاحك متأسس، مش مثلا جه مرة بتأسس. واحدة او قرار غير لا حياتك لا مرة واحدة، لا. تدريجي. حياتك مره. بالظبط. انا يمكن بدات، انا لما قلت في البدايه انا من 10 سنين وانا باخد تدريبات، باخد كورسات، لحد ما كنت مثلا عضو مميز في مركز الشباب اللي انا فيه. بعد كده بقيت اطلع تدريبات للمحافظه، فدي ما كانش اي حد بيطلعها، المميزين بس. بعد كده كيان برلمان الطلائع ده كنت عضو برلمان طلائع محافظه. بعد كده عضو برلمان شباب محافظه. بعد كده مسكت رئيس برلمان شباب محافظه اسيوط سنتين. وبعد كده بقيت مدرب في وزارة الشباب والرياضة للبرلمان برضو. فهي ماشية معايا تصاعدين، يعني إن شاء الله الخطوة اللي جاية نكون يعني في مرحلة خبير برلمان إن شاء الله. ان شاء الله على خير، وان شاء الله موفق. والله انا بتكلم منك يا عبد المعز بعيدا عن انا اتشرف طبعا ان انا اكون معاك. ومن البدايه انا بشوفك يعني من زمان جدا، في البدايه خالص بشوفك اخ كبير وصديق ناجح، احنا واتمنى تكون اكتر يعني ان انت شاء الله. انت اخويا والله وحبيبي، وربنا يعلم المعزة، وانت عارف يعني اللي بينا. ومش انت بس، يعني انت كنت مفتاح كمان للأسرة الكريمة كلها يعني. اخواتنا زي الفل كلهم والله. سلامي الله طبعا يعز. لمحمود والإخوة كلهم، الله يعز. ودايما اخوات كده. وكمان يعني لو حد من حبايبنا المتابعين عاوز يسأل في حاجة معينة، أي حاجة أنا جاهز معاك. اكيد، بس بدايه الحلقه لسه. إيه؟ لسه لازم نطلع منك كل اللي احنا عايزينه. انا مش هنتجمع عليك تاني. لا لا، في أي لحظة يا باشا ما نقدرش. حبيبي عبد المعز. طيب عبد المعز، النجاح بيحتاج لتضحية. هل انت ضحيت بحاجة مقابل انك انت تنجح او توصل للمكانة اللي انت فيها دي؟ لا طبعا يعني ما فيش حاجة بتيجي بالساهل. بص فوكس، أبسط مثال، يعني ربنا إن شاء الله ييسر حياة كل الناس. ولكن أنا أسألك سؤال بسيط. أنت حاليا بسم الله ما شاء الله في شغلك وناجح وحد كويس، التمن ده إيه؟ بعيد عن أهلك، صح؟ غربة.
واي حد في الغربه ده، انا بدي مثال بسيط على الغربه، اي حد الناس بصله بس يا عمي، يا عمي ده ناجح، يا عمي ده ما شاء الله، يا عمي. طب انا اسالك سؤال يا سيدي، ترضى تشيل الشيله بتاعتي كلها على بعض؟ مفيش حد هيرضى يشيل شيلة حد، انا مش هنرضى. انا عاوز الحتة الزينة، اول ما مش عاوز تقول له انا الشيله، رغم رغم ان هو مش عارف ان في حاجه وحشه ولا مفيش، بس خلاص طالما وصلت لكده، لا يا عم انا راضي باللي انا فيه، يعني مظبوط. تعال، لا 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 ابدا شكرا. مظبوط. بس والله فهنا فكرني. التضحيه كمل كلام. معاك. لا لا اتفضل. لا لا، كمل كمل، بعد كده نقول لك انا المثال كده بسيط ان شاء الله. فانا هنا لما اجي اتكلم اي حاجه يا فوكس، اي حاجه في حياتك، حتى لو مش نجاح كبير، حتى لو حاجه بسيطه، هي لها ضريبه، وضريبه كبيره جدا محدش بيحس بيها ومحدش يعرف قيمتها غيرك انت، لان انت اللي حاسس بالوجع. ومهما وصفت للناس يقول لك يا عم دي حاجه بسيطه، هي فعلا ممكن تكون بسيطه ليك، لكن بالنسبه لي انا مؤلمه. وخلي بالك المؤلمه بتاعتك انت برضو بالنسبه لي بسيطه. مظبوط. بس يعني ايه، كل واحد يعني من ضمن مثلا، انا لما اجي اقول ان انا رايح تدريب او منضم لحاجه جديده، انا في حاجات كتير في شغلي بسيبها، انا في خسائر بسيبها في شغلي، انا ده يعني في حاجات شغلي بفلوس بسيبه، بس من اجل انا رايح لحاجه ممكن يكون الفلوس بتاعتها اقل، ولكن انا هدفي هنا مش الفلوس، انا هدفي بعمل حاجه تنفعني لقدام، بعلي بعدين. من قيمتي الانسانيه، انا بنمي من الانسان اللي جواه، بخلي القيمه بتاعتي عليه. عايز اقول لك حاجه كمان يا فوكس، طيب بمناسبه الكلام يعني خلينا اقول لحظه، خليك معايا لحظه. يا جدعان، نهاية الحلقة دي عاوز الكل عنده، أي حد عنده سؤال يسأل عبد المعز. عبد المعز يعني شخصية كلها حياة حلوة والله العظيم. حبيبي يا صديقي الله يعزك. والسؤال ده ليك ولكل المتابعين يعني اللي بيتفرجوا، لو دي ايه دي يا فوكس، ولا نسيت 200. الفلوس المصري؟ لا يا عم. 200 ده. تمام دي 200 جنيه صح. مظبوط. لو سألت اي حد من اللي بيتفرجوا انت ممكن تعمل ايه بال 200 جنيه دي؟ أنا لو السؤال لي أنا ما مكملش حتى أجيب، هجيب فرخة بيها مثلا. هتجيب بيها عشوة تمام. آه. انا بالنسبه لي ممكن اقعد بيها على القهوه انا واصحابي العب بلاي ستيشن. لو حد من اخواتنا موجودين هقول لك انا هجيب بقى طلبات البيت. تمام. طب مظبوط. لو جبت ال 200 جنيه ده فوكس وعملتها كده، تمام، يعني اتبهدلت معايا شويه، وجينا فردناها تاني، هتعرف تجيب بيها الفرخه اللي انت كنت هتجيبها من شويه؟ أيوه. متاكد ما قلتش يعني؟ لا. لا. طب لو جينا عملناها تاني وحطيناها في كوبايه الميه، تمام، آه. واتبلت، واحنا وماشيين في الشارع وقعت منك، والناس بقت تدوس عليها بالجزم والتراب، وانت رجعت تدور عليها لقيتها، رحت واخدها ومنفضها وعدلتها ومعاك، ولقيتها تاني وتمام ما اتقطعتش، تعرف تجيب بيها الفرخه اللي كنت هتجيبها؟ ليه؟ ما هي انا عن نفسي اعرف اعمل بيها كل اللي كنت اعمله بالظبط. برضه يعني المية، يعني برضه المية ما اثرتش عليها. الهدف اللي انت عاوزه. بالظبط هي. طب هل مثلا بعد اللي حصل ده هتجيب لك نص فرخه، لا، اي. ولا هتجيب فرخه زي الاول؟ جيبها زي ما صح كانت كده. هتجيب الاول. يبقى زي ما اتغيرتش. نفس الحاجه، وهي بعد كل اللي حصل لها ده، لانها ما زالت تملك القيمه ال 200 جنيه اللي فيها، مهما تعرضت لميه لتراب لطين ما زالت تملك القيمه بتاعتها ال 200 جنيه. فهي زي ما هي. وكذلك الانسان، يعني الانسان مننا ممكن تتعرض لضغوطات، لمشاكل، مشاكل دي اسريه، ما بينك مشكله وبين صاحبك، ما بينك وبين مراتك، ما بينك وبين حياتك كلها، تتعرض لضغوطات، لظلم، لمشاكل،
بس وقتها برضه في وقت معين ما ننساش ان احنا ربنا خلقنا بقيمة الانسان، ان انا ارجع وانفض كل المشاكل اللي اتعرضت لها وارجع اكمل حياتي كانسان. ما اقفش عند نقطة ما اصلا انا اتبهدلت، اصلا انا اتظلمت. طب يا سيدي حاضر نسقف لك، طيب وانت مظلوم فعلا، بس هتقف كده تشتكي بقى عمرك ولا كفاية؟ والله ما حد هيمدي لك ايده. والله لو ما قمت بنفسك ووقفت بنفسك تاني ما حد هيمدي لك ايده. ما حدش فاضل حد. احنا في مفرمة يا صديقي، فكل واحد لازم يعافر ويسعى علشان يوصل حتى ان هو يحقق جزء من طموحاته. مظبوط مظبوط والله. ان شاء الله عليك. طيب يا صديقي، لو انت حسيت يعني اكيد كلنا وانت وانا ساعات الواحد بتجيله لحظة ضعف، مم. نفس الموضوع اللي كنت بتتكلم فيه دلوقتي، ان هو بتجيله لحظات وكده. طب اول ما هتجيله اللحظات دي يحاول يعمل ايه يعني عشان يسترد الحماس والطاقة والإرادة والعزيمة؟ اول حاجة يا صديقي لازم تعيش كل لحظة في حياتك حتى لحظات الحزن. الحزن. حتى الحزن لازم تعيش اللحظة علشان تطلع المشاعر الحزن اللي جواك، عشان لما تيجي تقوم ما تسيبش اثر ليك لسه مشتاق ان هو يحزن تاني. يعني الواحد لما والله جميلة الجملة دي، عجبتني. حقيقة وهتعجب يعني. هتعجب البنات الموجودين. لما الواحدة أيوة. تعيط براحتها وتجيب اخرها، تمام، عشان بعد كده ما تعيطش تاني. طيب اقول لك انا، عارف جزء ان في عنصرية وان البنات مظلومة انا عايز اقول لك ان المساواة اللي بيطالبوا بيها دي اللي مستفاد الاكبر منها الولد. يا سيدي ده انت في اشد لحظات حياتك، في فقد عزيز، في فقد شغل، ضغط ونفسك تنفجر، يقول لك مفيش راجل بيعيط. يا سيدي والله مفيش راجل ما بيعيطش. والله ما في راجل ما بيعيطش. بس احنا اتعودنا ان الراجل ما يعيطش، الراجل ما يبكيش، الراجل مش عارف ليه. يا عم انا مش بني ادم؟ ما انا لما اجي اقف على رجليا واشتغل في لحظة ما اكون لوحدي، كل الافكار السلبية اللي كانت جوايا هترجع لي تاني، لان انا ما اتخلصتش منها. مظبوط. انا معلقها بس على ظهري. بعدين اجي في اي لحظة اي مطب ترجع لي كل الذكريات السيئة. فانا لازم عند كل مرحله قبل ما اطلع منها اكون مصفي كل حاجه جوايا. محتاج اعيط، محتاج احزن، محتاج اقعد لوحدي فتره اقعد لوحدي، بس ما سيبش الفتره دي تسحبني، لا، تاخد وقتها. وده يرجع امتى يا فوكس؟ يعني الحسبه دي مين يحسبها؟ لما تكون مؤسس نفسك صح، واثق من نفسك صح، ما تسيبش الناس تتحكم في حياتك. ما انا عايز اقول لك ان انت في ناس ممكن حياتها تتوقف بالشهر والشهرين لمجرد ما واحد سمعها كلمة مش حلوة. في واحد ممكن يأذيك بموقف ويروح يضحك ويهزر وانت ما تنامش الليل بسببه. مظبوط. هل ده عيب فيك؟ لا، ما حصلش، ده عيب في الناس. الناس مش مراعية ظروف حد، مش مراعية مشاعر حد. لكن هل انا حياتي هسيبها فرجة اللي رايح واللي جاي يتحكم فيها؟ لا. لا. لازم اكون عارف انا مين الاول. الصوت كويس عندك ولا بدأ يروح؟ مظبوط. انا لازم اعرف انا مين الاول. لازم اعرف انا عبد المعز شخصيتي ايه. هل انا كويس ولا وحش؟ ولا طب ابدا اتعامل مع الناس، والناس دي عندك نوعين بيقابلوك، نوعين مهمين. نوع بيحبك وبيقترح عليك الافضل لحياتك وبينصحك، والنوع التاني بينتقدك بسبب وبدون سبب. ومن ضمن الاسباب دي ان هو مريض نفسي بيطلع عقده النفسية عليك. وانا راجل بقى نرجسي وبحب اتريق على الناس، وبشوف فوكس لما بشوف واقول عليه افيه ولا نكته الناس بتموت من الضحك. فكل ما اشوفك هضحك عليك، وكل ما اشوفك هسخف عليك، وكل ما اشوفك هقول عليك نكت زي الزفت، وانت تضحك قدامي والناس تضحك، وانا اروح مبسوط وطول الليل بقول ايه ده انا واد برنس،
وانت طول الليل مش عارف تنام من الكلام اللي سمعته، وانت بقى في دور الضحيه. انا مش عارف اعمل ايه، لا يا عم، انت زي الفل، بس هو اللي مريض. ما تسمحلوش ان هو يقول عليك كده. لما تكون ناجح في شغلك يجي واحد يقول لك يا راجل اللي انت بتعمله ده لعبه عيال، انت فكرك ان هو هينجح؟ يا راجل ده من اول مش عارف. طب يا سيدي شكرا، بالونة النجاح اللي انا عمال اسس فيها انفجرت، اروح هابط على الارض تاني واقع على الارض. ليه؟ بسبب كلام الناس، بسبب ان انا خليت حياتي عرضة لكل اللي رايح واللي جاي يقول رأيه. لا، انا لازم اعرف الناس حبايبي، الناس اللي بيعزوني، الناس اللي عايزين ننجح، واخدهم في ظهري كداعم، وما اخليش اي حد معدي كده يقول رأيه معاه. حاضر يا سيدي، انت شايف انت عايز تقترح عليا كذا، شكرا انا سمعت اقتراحك، انا بقى افكر بعمل ايه، هل اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. بس فده من ضمن الكلام اللي انا بقوله لك، ان الناس محتاجة تبني ثقتها في نفسها اكتر علشان تنطلق للحياة، مش مع اول مطب ولا اول كلمة ولا اول موقف يروح واقع على الارض تاني. مظبوط. وده خلي بالك برضه يا فوكس، يرجع للتنشئة الأسرية. لها دور. الطفل بيتولد، اه طبعا لها دور، ده هو الدور الأساسي. ده يعني انت حضرتك بتتعامل مع الكمبيوتر كويس صح؟ لما انزلك ابلكيشن جديد هتعرف تستخدمه، او لو ضعيف فيه هتتعلم صح؟ مظبوط. طيب لو انت ما بتعرفش تستخدم الكمبيوتر اصلا، لو جبت لك ابسط البرامج هتعرف تستخدمها؟ اكيد لا. استحالة. بالظبط. هنا بقى الدور التنشئة الأسرية هو التعليم الأساسي، هو أول خطوة بتقف عليها. لو أنت متنشئ تنشئة أسرية سليمة، أي حاجة بعد كده بتجيلك بتتعلمها. ولكن لما الطفل بيتولد يا فوكس، الناس أهله بيسيبوه يتعرض ل6 سنين قبل ما يدخل المدرسة لتعليم الشارع. وبعد ما بيدخل المدرسة اللي بيكسبوا طبعا من صحابه من المدرسة أيا يكن، وحشين حلوين أي سبب، وفي الآخر نرجع الواد ده قليل الأدب، الواد ده بكلمه بيرد عليا مش عارف. طب انت يا ولي الامر يا محترم، انت لسه فاكر ان ابنك بيتكلم كده دلوقتي؟ اكيد لا. انا لازم احتضن الطفل الاول واسسه التاسيس الصحيح مني قبل ما يروح للشارع. مظبوط. فانا اسسته، اديته ثقه بنفسه، اديته كاريزما شخصيه، فلما يجي حد يتنمر عليه في المدرسه يعرف يوقفه عند حده. لما يجي واحد يجره لطريق سوء يقول له لا يا عم طريقك ده وحش، اللي انت بتعمله ده حاجه مش حلوه. ولكن ضعف الشخصيه في البيت، وان الولد كل ما يتكلم يتضرب ويتزعق فيه، وانت عاوز ايه، انت مش بتاكل وتشرب، انت هتحتاج ايه تاني اكتر من كده. فيجي مع اقرب شله يحس معاهم ان هو راجل، هتلاقيه معاهم على طول ايا يكن بقى حلوين وحشين. انا حسيت بذاتي هنا. فلازم التنشئة الأسرية تأسس الطفل، تبني شخصيته على الصح، وتزرع فيه الثقة بالنفس علشان يبقى واثق من نفسه، ما يسيبش أي حد يتحكم في حياته. طبعا أنا حسيت المواضيع كلها دخلت في بعض معانا. لا لا لا، ما شاء الله عليك انت. والله ما شاء الله العظيم عليك انت. انت مش مديني فرصه ان انا نتكلم. ما شاء الله عليك، انت بتقول اللي انا عاوز تسمعه منك من غير ما نقول لك، يعني انت ملخص كل حاجه. ما شاء الله، الله اكبر عليك. طيب عبد احنا المعز، مدرسة واحدة طيب. حبيبي، ايه الفرق بينك زمان، عبد المعز زمان، ودلوقتي؟ يعني من 10 سنين كده كنت ايه، ودلوقتي بقيت ايه؟ يعني الواحد زمان كان لو سألتني السؤال ده من 10 سنين أقول لك أنا كان يعني نفسي أكون طيار مثلا، نفسي أطلع السحاب. ودلوقتي لكن حاليا نتمنى نعيش مستورين بس. ان شاء الله مسترين دنيا واخره يا صديقي.
شاء الله. لا والله يعني حاليا يعني فعلا الطموح والشغف عند سن احنا طبعا يعني نفترض ان احنا لسه شباب مثلا ماشي. من 10 سنين، كان في طبعا يعني عندك مساحة من الوقت رهيبة، انت بتبني في نفسك ومنطلق، والشغف عندك يعني حتى الطبيعة من الله عز وجل، ان في السن ده انت عندك طموح وشغف، فانت عاوز توصل وعندك الطاقة اللي توصلك، ينقصك بس الخبرة زي ما قلت لك. نيجي للسن من بعد ال 30 يعني وكده، انت عندك خبرة تؤهلك بس الشغف قل شوية، حتى الطموح ما بقاش اللي هو انا عايز اوصل كده، بس لو جت اقل من كده مش مشكلة انا راضي. مظبوط. تمام. ده الفرق. فانا بقول برضو يعني لو انت في سن اعدادي او ثانوي او جامعة، هو ده الوقت اللي تقدر تشتغل فيه على نفسك وتقدر تحقق فيه. عندك وقت زي ما قلت لك، وعندك طموح وعندك شغف، الثلاثة دول تقدر تشتغل على نفسك كويس لحد ان شاء الله ما تبقى مكنت نفسك بطريقة احسن، وقفت على مكان اعلى. لان بعد كده يا فوكس انت عارف طبعا جواز، بيت، مسؤولية، اولاد، فغصب عنك مش بمزاجك اجباري، فبياخد مساحة منك. اكيد. بس فيعني ده الفرق ما بين 10 سنين فاتوا لحد النهارده يعني. تمام. يعني انت برضه عاوز تقول لي مثلا من يعني الفتره بين الثانويه والجامعه وبعد الجامعه لحد مثلا سن ال 30 كده و35، ان الواحد يخبط زي ما هو عايز علشان يتعلم. انت جايب موضوع بعد ال 35 ده عشان انت لسه ما وصلتش 35، ماشي، عديها لحد ال 35. ماشي. طيب يا صديقي، طيب عايزين نوصل رسالة لحد مثلا هي بعيد شوية عن موضوعنا التنموي. تمام. حد قلبه مكسور كده، تمام. تحب تقول له ايه مثلا، او يحاول يقف ازاي؟ لان الحتة مكسور من ايه دي طيب؟ السبب. الحب مثلا. ماشي. مم. والله هو في لفظ مثلا عابر بيتسمع ان الحياة ما بتوقفش على حد. تمام. يعني اي واحد يقول لا، هو ممكن حياة انسان تتوقف فعلا على شخص. فانا لما اجي كده من اول كلمة، يا عم الحياة ما بتوقفش على حد، طب يا سيدي شكرا حبيبي، خلاص شكرا، سيبني في الله، ما انت ما وصلتش للي جواه. فالانسان المجروح او الانسان الفاقد لحاجة معينة، هو لما يجي يتقبل نصيحة من حد لازم يشوف في عينيه ان هو حاسس بالألم بتاعه. مظبوط. فانا لما اجي انصح حد اقول له يعني ابسط حاجة، الانسان اللي سابك ده او اللي انت زعلان عليه الزعل ده كله، هل لو شافك في الموقف اللي انت فيه ده هتصعب عليه ويرجع تاني؟ ما اعتقدش. لا. يبقى هل يستحق منك ان انت تعمل في نفسك كده علشان؟ لا. ما بقولكش انساه، ما بقولكش ان خلاص الدنيا انساها، لا لا خالص، ولكن حقك على نفسك، حقك تجاه نفسك ان انت تحترمها اكتر من كده. يا سيدي والله لو في ذرة 1% ان هو بيحبك، ما هيهون عليك يوصلك للمرحلة دي. تمام جدا. وعايز اقول لك برضه، ارجع واقول لك تاني، ان فعلا انت لو وقفت حياتك عنده هتيجي بعد سنة بعد 2 تلاقيه هو شاف حد تاني، اتجوز، بنى حياته، بقى عنده اولاد وبقى وفرحان ومبسوط، وانت لسه عايش عند النقطه الحزينه دي. على الماضي. وعايز اقول لك برضه ان اللي بيحب حد ما بيعملش فيه كده. مظبوط. وخلي بالك الكلام اللي انا بقوله ده يعني مش هو الصح، انا بقول اللي انا من وجهة نظري انا بس في النقطه دي. اكيد اكيد. انت مثلا شفت قدامك مثلا تجربه او كده، حد كان بيحب حد وسابه وكمل حياته، وحد تاني واقف في مكانه ما اتحركش لحد دلوقتي. بالظبط، الله ينور عليك. طيب، بتقرا في كتب مثلا؟
او عايزين يعني مثلا روايات بسيطة. من افضل الكتب اللي غيرت حياتك كده او بتقراها مثلا استفادوا بيها. بص، هو انا يعني للامانه مش من هواة الكتب، اه. تمام، ولكن ما يمنعش ان انا في خواطر مثلا في كتاب بالصدفه، في روايات مثلا انا يعني ليا في الروايات بطريقه بسيطه، برضو الروايات الحلوه البسيطه، القصص مش الحاجات اه. الفلسفيه، عشان اه. برضو يعني انا في مكتبه مثلا. اه، يعني مثلا عندي مكتبه بسيطه اهي، فيها بعض الكتب، ما شاء الله. زي مثلا الروايه الشهيره طبعا ارض زيكولا ب... اه. بالاجزاء بتاعتها، قواعد جارتن بالاجزاء بتاعتها. ما عندي شاء روايه الله. مثلا كتاب اسمه العراف، الباب الغربي للشاعر اشرف عبد الرحيم، اه اخونا صديقنا. وحبيبنا يعني. اه. اه، عاوز الشاعر برضه انور عبد فتحي المعز ما زال. نستفادوا منه برضه بالمناسبة. امال احنا هنسيبه يعني؟ تمام يا صديقي. ايه تاني؟ احنا مش هنسيبه، ان شاء الله. بس يعني حاجات بسيطه زي كده ما. تمام. طيب يا صديقي، حاجة مثلا سيئة تخلصت منها مثلا، هل انت بتدخن؟ لا تدخين لا، الحمد لله يعني، طيب ماشي. من الحاجات اللي ربنا تحب انعم بيها عليا يعني. الحمد لله وكذلك انا يعني، من افضل النعم الواحد بشكر ربنا عليها والله انه مش بيدخن. الحاج بيتفرج على اللايف ولا حاجه؟ لا. بس هيوصل له. انا عارف انت اتخلصت ايه. انا عارف انت اتخلصت من ايه. لا يا جدع. طيب من عشان نخلصوا طيب برضه عشان ما نطولوش عليك. من الزرع ولا؟ الصوت الصوت بيتأخر شوية. بقول لك انا عارف انت اتخلصت من ايه. ايوه. هربت من الزرعه. اه والله. الحمد لله. بس ادينا هننزل قريب وان شاء الله كده وهنرجع تاني. الحاج منتظر. اكيد طبعا. طيب يا صديقي، تحب الناس تتذكرك بايه يعني، كعبد المعز ادم؟ والله اي انسان في الدنيا طموحه ان هو السيره الحلوه، يعني على الاقل يا سيدي اللي ما يقولش في حاجه حلوه انا مش موجود، ما يشتمش، ما يقولش عليه لعنه الله. لا يا عم، الله يمسيه بالخير، ده والله الراجل كويس، بس ده اللي انا محتاجه في الدنيا، السيره الحلوه، وان انا اكون سايب حاجه حلوه للناس، يعني تنفع الناس بعد ما الواحد يعني يموت. طيب عشان جربنا نختم واحنا ان شاء الله، نصيحة كده للشباب والبنات برضه في نفس الوقت، يعني احنا اتكلمنا عن الشباب اكتر، اللي هم في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية. البنات برضه يعني البنات شايف الأيام دي اللي هم صغيرين لسه طالعين وكده، فبيجلدوا بعضهم في حاجات مش أحسن حاجة. مم. فتحب يعني هو تنصحهم فعلا، بيها؟ هو نصيحتي ليهم يعني فعلا من ضمن الحاجات اللي كانت بتصادفني في المرحله العمريه من اعدادي لثانوي، ان صاحبتها والانتيم بتاعتها واللي هي طلوع ودخول وحبيبتي وروحي ولبست، في لحظه تلاقيها دخلت في حاله انهيار، دي خذلتني، دي بهدلتني، دي مش عارف عملت. عايز اقول لك ان انتوا الحياه لسه الحياه لسه قدامكم مراحل. لسه هتبدأ. ده انت لسه ما شفتيش حاجه في الدنيا، ده لسه اللي جاي كله هو الاكشن، انتوا لسه في مرحله بريئه، فما تخليش جزء من حياتك كتير يتوقف على ان انا مختلفه مع صاحبتي، مختلفه مع صديقتي، ده سمعتني كلمه مش حلوه، لا والله والله انت ما فيكيش حاجه وحشه، دي هي اللي قالت الكلمه دي في لحظه انفعال، انت مش شايفه نفسك كذا، انت ما فيكيش حاجه غلط، ما فيكيش حاجه وحشه،
انت ربنا خلقك كده، وبعد سنتين هتكتشفي ان العيب مش فيكي. بس للاسف لحد ما تكتشفي هيبقى مر من حياتك فترة، يعني فترة مأساوية كبيرة خدت من حياتك كتير. فانا عايز اقول لك ان انا بقول لك، وانا جاي لك من السنتين اللي بعديهم، ما فيكمش حاجة وحشة. المشكلة مشكلة الناس اللي معاكي مش انت. اهم حاجة تبقى انت مبني على صح، وطريقك كله صح، علشان ما تشتتش نفسك. هو انا ماشي كويس ولا ماشي وحش؟ طب هل انا كويس؟ خلي بالك برضه يا فوكس، مشكلة كبيرة بتواجه المرحلة دي سواء اولاد ولا بنات. يقول لك انا هقعد مع اصحابي، بس هل هم بيحبوني ولا ما بيحبونيش؟ يروح تمام. يقعد يلاقيهم خرجوا مكان من غير ما يقولوا له. طب للدرجة دي هم كارهيني؟ اكيد ما بيحبونيش. طب انا اكيد مش عاوز ابقى تقيل عليهم. فبياخد من التفكير ومن مساحة، يعني حاجة مهولة جدا. فعايز اقول لك ما تشغلش بالك من الحاجات دي، لا والله حقيقي انت حد كويس. انت حد جميل. مش مطالب ان انت تكون احلى واحد في الدنيا ولا اجمل واحد في الدنيا. يعني المطالب بس ان انت تكون خفيف على القلب. تكون حد كده طبيعي، ما تتصنعش، ما تاخدش الشخصية مش شخصيتك على تعجبهم، لا. يعني الأغنية بتاعت أحمد مكي، حاول تكون نفسك، ما تكونش تحدق كلمات. إن أنت ما تتصنعش علشان أعجب فوكس، ما تتصنعش عشان أكون عبد المعز يشوفني بشكل، لا. عبد المعز لو عايزني زي ما أنا أهو قدامه. ودي اللي بالك، من اكتر العلاقات الناجحه ما بين الازواج ان هم في فتره الخطوبه بيكونوا طبيعيين، مفيش تصنع. تلاقي الواحده بيجي لها مثلا قرايبها: يا بنتي خليكي حنينه معاه، خليكي كيوت عشان يحس ان انت مش عارف ايه. طب طب يجي بعد الجواز: النبي هات لنا الانبوبه، انت وجاي الانبوبه خلصت، مش عارف. اتقفل منها ومن اللي جابه. لا، خليك على طبيعتك والله العظيم هيحبك. وانت لما تكون على طبيعتك هي مش محتاجة حاجة تانية اكتر منك كده. لكن بعد الجواز تلاقيك طبعا انت ايه، رياضي واخد بالك في ايام الخطوبة، يجي بعد كده تلاقي الكرش والفنان الحمالات، تتصدم. خلاص طيب. فما فيش ايوه بتقلب جعفر. والله فعلا كله فخليك وقت. على طبيعتك يا سيدي. والله لو فوكس مش متقبلني على طبيعتي دي، هو برضو مش وحش، هو محتاج حاجة معينة في نعم. الصداقة اللي بيننا، وانا ما ينفعش معاك غير كده. هل متقبلني كعبد المعز؟ ماشي. لكن ان انا يعني انت مش اخر حد في الدنيا علشان اغير من حياتي علشانك. ونفس النظام ما بينك وما بين اصحابك، او بينك وبين صحابك، او انت ومراتك، او انت وجوزك. لازم يتقبلك ويشوفك على طبيعتك، علشان هو ده الشكل او هو ده الشخصية اللي هيعيش معاها باقي حياته. هل هو متقبلك في الخطوبة؟ هتلاقيه متقبلك في الجواز. مظبوط. لو مش متقبل ده في ايام الخطوبه، برضو دي حاجه كويسه ان انتوا الاتنين ما اتفقتوش. ولما ما تتفقوش دلوقتي غير لما بعد الجواز يحصل خلاف. فيعني كل واحد يخليه على طبيعته، كل واحد يخليه على البساطه اللي هو فيها. ودي ما فيش اجمل من البساطه يعني. اكيد طبعا. حبيبي يا صديقي، انا شايف ان انا اخدت مساحه اكتر من الوقت المطلوب لا لا يعني. بالعكس، والله انا مستمتع والله انا جدا مستني. بالناس. خلي بالك اللايف عالي جدا والله، ما شاء الله عليك يعني. حبيبي يا باشا. لا. طيب عشان نختم برضو، عايزين مثلا جملة ولا نصيحة نعملوها كل يوم مثلا، كأنها عادة كده إيجابية. بلاش انا اقول النصيحه، ليه طيب؟ علشان انا ما بعملش بيها. طب يمكن نعمله بها احنا. لا يعني خليك. مفيش حاجة معايا واضحة اللي هو، يعني مفيش غير ان انت ما يعني بص ما توقفش، اسعى. الكلمة اللي دايما في بالي اسعى. وخلي بالك، خلي ثقتك دايما في ربنا، ان مفيش حاجة ملهاش حل. واي مشكلة في حياتك ما تجملش فيها، واجهها زي ما هي. تمام. كان معانا مخرج مسرح، كنا بنشتغل في مسرحية،
وخلاص العرض المسرحي فاضل عليه اقل من 15 يوم، وفي ممثل واخد دور مهم فبيتدلع. اه فالمخرج بيقول له انا اتعلمتها من المخرج الاستاذ جاسر المصري من الاقصر، يعني كل التحيه ليه وقت في اي وقت يشوف الفيديو ده. فلقيته بيقول ايه، يعني الواد ده واخد كده زي ما تقول يعني واخد راحته شويه على الناس، فبيقول له اشتغل كويس مع الناس وبتاع. فراح الواد عامل له ازاي، قال له خلي بالك انا كده كده دي اخر بروفه ليا النهارده، يعني مش جاي تاني. هو بيكلمك في ايه، في توقيت مفيش فيه هزار وواخد دور مهم. تخيل رده يكون عليه المخرج، يعني انا توقعته طب في حاجه مزعلاك، طب يا ابني في ايه، طب يا ابني عيب عليك ده. قال له ليه وليه بكره، ليه اخر بروفا النهارده، من دلوقتي يا حبيبي انزل. وراح منزله وراح مطلع واحد مكانه. والله العظيم لحسن الحظ ان الواد اللي قاعد تحت ده بيحضر ليه اسبوع البروفات وحافظ الدور كما انزل. ما شاء الله ما شاء الله. فانا من هنا جات لي فعلا جزء اللي هو يعني ليه ما واجهش المشكله ايا تكن، ليه اخاف، ليه اجملها، ليه احاول ان انا اصلحها، لا طالما جايه مشكله اواجهها زي ما هي. ودايما لما يحصل معاك مشكله يا فوكس وتيجي تعدي من الازمه، لما تيجي مع اصدقاء العمل بتوعك او صناع او الاسره اللي حواليك، لما تيجي تطلع من المشكله لازم تصارحهم، لازم تتكلم معاهم بصراحه، ما تخبيش عنهم حاجه بدافع ان انا خايف عليهم لا يسمعوا ده كله يتصدموا لا، هم لو عرفوا الاسباب دي بره عنك هيفقدوا الثقه فيك. فلا، خليك صريح معاهم، اي نعم هاتها لهم بطريقه بسيطه بطريقه حلوه، ولكن ما تزعمش دور ان انا اللي هعرف ادير الامور دي كلها لوحدي. لا، خلي كل الناس معاك على نقطه واحده من الفهم علشان يكونوا مدركين صعوبه الموقف اللي انت فيها. نرجع تاني للسؤال بتاعك. الكلمه اللي دايما احطها قدام عينيا ان انا ما بطلش سعي. حلو جدا. طيب نختم حلقتنا بآخر سؤال، لو النجاح اتأخر نكمل ولا نغير الطريق؟ لو ايه تاني معلش؟ لو النجاح اتأخر نكمل مم. ولا نغير الطريق؟ لا، هو انا لو شايف نجاحي في الطريق ده زي ما هو اكمل، بس اغير المعطيات. زي ما انا قلت لك 1+1=2، بعد ساعة 1+1=2. لازم اغير الطريقة اللي ماشي بيها في السكة دي علشان تجيب لي يعني معطيات مختلفة او ناتج مختلف. تمام يا صديقي، كده احنا خلصنا كل الأسئلة ما شاء الله عليك. احنا سألنا تقريبا أسئلة كبيرة جدا، وبرغم يعني أعتبر أنا ما لحقتش أسألك، أنت كنت بتجاوب على الأسئلة اللي عندي ما شاء الله عليك. حبيبي، حبيبي والله. تمام. فالحمد لله استفدت الحمد والله منك لله جدا، وكل الناس الموجودة برضو حاسسهم كده يعني مستمعين ومنصتين جدا لكلامك، وإن شاء الله يطلعوا بأكبر قدر ممكن من المعلومات والنصايح والتعليم. فشكرا لك جدا، وأتمنى إن شاء حبيبي، الله في الأقرب وقت تاني نطلع مع بعضينا ونتكلموا أكتر، ويكون معانا وقت أكبر من كده. أنا حاسس الوقت برغم إن إحنا لنا دلوقتي أكتر من ساعة ونص، حسيته 5 دقائق بصراحة، والله الوقت عدى هوا. حبيبي يا فشكرا صديقي جزيلا. والله. أنا طبعا بشكرك في نهاية الحلقة. يمكن أنا والله مستمتع جدا وأنا معاكم، ومستمتع أكتر إن أنا معاك أنت يا فوكس، يعني أنت ليك معزة كبيرة والله عندي. فخليني أقول لك برضو مبسوط إن أنا يعني بقول الكلام ده من أول وجديد وبقوله لكل حد بقابله. فأنا بفرح، ودي من ضمن الحاجات اللي بتخليني سعيد في حياتي، إن أنا دي الحاجات اللي بحب أعملها، ان انا دايما اتكلم في واقع الحياة مع الشباب، وان احنا قد ايه لازم ان احنا نعدي هذه المرحلة بتفاؤل، وان احنا ما نقفش عند كل كلمة. فانا مبسوط معاك بالحلقة دي ان انا بتكلم في الحاجات زي كده، مبسوط بالناس اللي موجودة معانا ومتفاعلين ومستمرين معانا. انا حقيقي يعني فخور بان انا بتكلم قدام طبعا العدد ده والناس الجميلة دي مستفادة، واتمنى ان انا اكون وصلت لكم حاجة حتى لو معلومة بسيطة يعني.
وبشكرك طبعا على هذا اللقاء الجميل، وان شاء الله في اي لحظة انا معاك، ما اقدرش اتأخر عنك يعني حبيبي في حبيبي عبد اللقاءات دي. الرحمن، مبسوط جدا والله، سمعت صوتك وشفتك واستفدت منك. وان شاء الله في اقرب وقت هنعمل، يعني انا يعني ان شاء الله البودكاست ده اللي انا عامله على المكشوف هيكون 3 ايام في الاسبوع. فانا بدات زي ما انا قلت لك لما بعت لك رساله باقرب اصدقاء لي موجودين. فكان اول مره واحد صاحبي مصطفى الهواري من جنة بدات بيه. تمام. ايوه، اتفرجت على الحلقة وبجانب معاك. برضو انت يعني زي مصطفى كده معستك، وانت برضو كذلك قلت هم دول اللي هبدأ بيهم ونشوف الدنيا ايه يعني. فمبسوط جدا حبيبي وشكرا لك جدا. حبيبي، واتمنى. بس خلي بالك، عندي اقتراح بسيط. اتفضل. انت البرنامج بتاعك جميل، حبيبي تسلم. ولغة الحوار فيه جميلة، وبنطلع منه بمعلومات حلوة ومناقشة حلوة. بودكاست على المكشوف ده ممكن يخلي الناس تقلق منك. انت جايبني تصارحني هنا، مش وقت صراحة. فيعني البرنامج جميل فعلا. ابسط، انا بقول للناس اهو البرنامج ابسط من الاسم بكتير يعني. هو بصراحة بسيط جدا، ولكن عشان جذب الانتباه برضو. وحتة تانية يعني مصطفى، بمناسبة الجملة اللي انت قلتها دي، لما طلع معاي قال لي يا فوكس انا نعرفك لي 3 4 سنين، ولكن اول مرة اطلع معاك دلوقتي وانا متوتر. ايوه والله. ايوه، قلت ما لا انا يا بقول عم لك احمد. يعني فكرة البرنامج حلوة، فشوف لنا بقى اسم يكون لطيف. لا، ما هو عشان لما هيكبر هنجيبه الناس هنزنقوهم. نجيب اعضاء مجلس النواب. بالظبط. طيب بالمناسبة، حبيبي. طيب السؤال ده كان في بالي من امبارح بصراحة، بما انك انت مثقف سياسي. تمام. معاك اهو، ارجع تاني للتسخين السياسي. ماشي. المثقف السياسي انت ليك نظرة وانت من الاهم، يعني من الاعضاء المؤثرين جدا في مركز الغنايم بشكل عام، وبشكل بشكل خاص وبشكل عام في اسيوط. فانا شايف بشكل عام النائب المفروض يعمل ايه، او الناس تختار النائب بناء على ايه. تمام. طيب لو في مساحة ان انا اتكلم في ده معاكم يعني، لان ده ممكن ياخد معايا 10 دقايق. لو هل الجمهور او المتابعين بتوع حضرتك متقبلين هذا المجال ان احنا نفتح فيه مجال، انا ما عنديش اي مشكلة. ولكن خليني سريع اقول لك ان عضو مجلس النواب، اللي هو عضو مجلس الشعب برضه، عشان لو الناس متعودة على كلمة مجلس الشعب، مجلس الشعب هو مجلس النواب، ولكن مع اختلاف فترات الحكم بيتغير. بيتغير المسميات يعني. تمام. عضو مجلس النواب اختاره بناء على ايه؟ لما اعرف دوره لما ينجح هيكون ايه. بعد ما ينجح هو مجلس، يعني ايه مجلس نواب يا فوكس؟ يعني كلمة نائب هو ينوب عن الشعب أو عن مجموعة من الشعب بيمثلهم قدام المجلس إن هو يطلب متطلبات البلد. نرجع تاني بمنتهى البساطة، اللي نسمع زمان عن أيام الملك لما كان ينزل يتفقد إيه؟ الرعية. تمام؟ العدد كان وقتها أيام الملك كام؟ 1000 1500 2000 نسمة 3000. فبينزل بيتاح لي إن هو كل يوم ينزل منطقة. طيب لما العدد بقى 10000 صعب عليه شوية، صح؟ طب لما العدد بقى 1,000,000 واحد هيقدر يقعد معاهم؟ طب لما العدد بقى 100 مليون زي او 120 زي مصر مثلا، هل يقدر الملك ان هو يقعد معاهم؟ صعب. فيعمل ايه علشان يعرف مشاكلهم؟ يخلي كل مجموعة من المواطنين ينوبوا عنهم شخص يتكلم باسمهم ويطلب مطالبهم. فنيجي على محافظة أسيوط، لها عدد من النواب بيتقسم على المراكز، وفي منها انتخابات قايمة وفرد، دي نبقى نتكلم فيها بعدين. ولكن هم نواب بينتخبوا من الشعب علشان يمثلوهم. تمام. طيب عضو مجلس النواب اللي بينوب عني جوه المجلس، هو دوره يعمل ايه بعد ما ينجح؟ عفوا، هو دوره يعمل ايه؟ 3 مهام رئيسيين. اول حاجة بيشرع القوانين
او بيسن القوانين اللي بنمشي عليها في الدولة. يبقى اي قانون في الدستور بيحكمني مين اللي كاتبه؟ مجلس النواب، اللي هو نائب عن مين؟ عني. يبقى انا كمواطن، الشعب بيحكم نفسه بنفسه عن طريق اختيار النواب اللي بيمثلوه. يبقى رقم واحد، النائب اللي انا بنتخبه ده علشان يكتب القوانين اللي انا همشي عليها. تمام. بعد ما كتب القوانين والدستور بيديهم لمين ينفذهم؟ هو خلاص كده هو بيكتب قوانين فاسمه سلطة تشريعية، هو بيشرع القوانين، دي اسمها عملية تشريع، فدي اسمها السلطة التشريعية، ودي سلطة من ضمن الثلاث سلطات اللي في مصر. بعد ما شرع الدستور بيدي لمين القوانين دي ينفذها؟ بيديها للسلطة الثانية، وهي السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة، تبدأ على رأسها السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين. تمام؟ يبقى سلطة بتشرع اللي هي مجلس النواب، بتدي التشريع لمين؟ للسلطة التنفيذية علشان تنفذها. تتنفذ. طيب الحكومة دي منها وزارة الداخلية مثلا على سبيل المثال. لو في ضابط اختلف مع مواطن اللي هو السلطة التشريعية، مواطن في الشارع وقال له الدستور بيقول كذا وانت خالفته، والمواطن بيقول له انا ما خالفتش الدستور، كده حصل خلاف، نعم. يلجأوا لمين؟ للسلطة الثالثة وهي السلطة القضائية، علشان تفصل ما بينهم النزاعات. دول الثلاث سلطات اللي في مصر، او اي دوله بيكون فيها عدد سلطات. تمام، تشريعية وتنفيذية وقضائية. بالظبط. نرجع بقى لموضوعنا الاساسي وهو السلطه التشريعيه. يبقى انا عندي رقم واحد بيشرع قوانين، بيدي القوانين للسلطه التنفيذيه. طيب احنا ادينا القوانين دي للسلطه، نسيبهم ينفذوا براحتهم وعلى مزاجهم؟ أكيد لا. لا، بيراقب على الحكومه كمان. يعني عضو مجلس النواب بيراقب على الوزراء والحكومة كلها. يا سيادة وزير الصحة، تعال انت وزير الصحة، بقالك سنة ماسك، فين التطور في المنظومة الصحية؟ حضرتك في مستشفى كذا بيحصل فيها عدد وفيات بسبب الإهمال، فين دورك؟ فهو بيراقب عليه. يبقى بيشرع قوانين وبيراقب على الحكومة. رقم 3، بيعمل حاجة اسمها إقرار خطة الموازنة العامة للدولة. إقرار خطة الموازنة العامة للدولة، يعني أي ميزانية أو موازنة صادر أو وارد للدولة هم اللي بيحددوها. أي مرتبات متعلقة بأي وظيفة في الدولة، مين اللي بيقر المرتبات دي تكون قد إيه؟ هما مجلس النواب. فهل أنا الشخص اللي بنتخبه ده يقدر يقوم بالمهام دي ولا ما يقدرش؟ يعني حاجة كبيرة، مش مسؤولية بسيطة ولا كده، لا دي مسؤولية كبيرة جدا. انت حياتك في الدولة متعلقة باختيارنا للنواب اللي بيمثلوا. مظبوط. بس فده بمنتهى البساطة جدا، علشان بس وقت الناس. انا حاسس ان لو دخلنا في الموضوع ده مش هتجيبنا ساعتين كمان، فاحنا ممكن نعمل حلقة تاني للتثقيف السياسي ونتكلم فيها بوضوح كامل على هذا الامر يعني. تمام. انا والله استفدت منك برضو وفهمت اكتر. يعني انا زي ما انت عارفني في السياسة يعني مش قوي، يعني براها شوية. لا لا انت في جوه الموضوع نفسه ما شاء الله عليك. وخلاص يعني عشان برضو وقتك ووقت الناس برضو، كل الناس الموجودة ما نتجلوش عليهم اكتر من كده. مبسوط وشكرا لك جدا يا صديقي، وان شاء الله لنا لقاء اخر. بإذن الله صديقي، تحياتي ليك مرة تانية ولكل السادة المتابعين. ان شاء الله حبيبي القلب. تسلم. يا شيخ علي، تفضل.